طيب هعرفكم بنفسي واقول لكم ليه انا اخترت العنوان ده. انا اسمي احمد عبد الحميد، انا دفعه 2002 جامعه القاهره قصر العيني. معايا ماجستير بورسيز ومعايا ماجستير اداره اعمال. عندي عيادتي في المعادي من 2005 اسبايرنج، وعندي شركه بازل. دي شركه لاداره العيادات، بنقدم كذا خدمه، وانا هشرح لكم الخدمات عشان هي اللي منها جاء المحاضره. يعني احنا عندنا جزء تعليمي، بنقدم دبلومه وبنقدم كورسات وبنعمل كارير كوتشنج للدكاتره. كمان بنعمل بزنس بلانز وفيزابيلتي ستاديز للعيادات والمراكز الطبيه. بنعمل تقييم للعيادات ماليه. كل الحكايات دي اللي احنا بنعملها في الشركه خلتني بسمع ايه؟ بسمع حكايات كتير جدا 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 من الدكاتره. دكاتره كتير بيجوا لنا سالونا عن طموحاتهم، امالهم، مشاكلهم، نجاحاتهم، فشلهم. ولذلك اكتشفنا ان في ناس رغم ان هي تشتغل وبتجتهد وبتفكر وبتخطط، انما اكشولي هم الدايركشن اللي بيروحوا له كان فشل. وناس تانية اشتغلت وخططت وفكرت والنتيجة اللي وصلناها ان هم نجحوا. طب دول تعبوا ودول تعبوا ودول فكروا ودول فكروا، طب ليه ده نجح وليه ده فشل؟ الحقيقة الموضوع ده بما اني انا كشخص مهتم جدا بالكاركتر بيلدينج وازاي الناس بتفكر، وعندي قناعة كبيرة ان ده اللي بيوصلنا لأي حتة. لو ده مظبوط، لو تفكيرنا مظبوط، بنروح لحتت بعيدة جدا ما كناش نحلم نروحها. ولو ده مش بيفكر صح بنفضل مكاننا. فأنا من التجارب والحكايات عملت سكيمة ازاي الناس ممكن تفكر وتفكيرها يوصلها ان هي ايه؟ تفشل. ولو عكسنا التفكير ده يبقى المفروض ان هم يحصل لهم ايه؟ ينجحوا. خلونا نسأل سؤال، ان هل فعلا الناس ممكن تكون بتخطط للفشل؟ الإجابة لأ. مفيش حد وهو قاعد نيته يلا أنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا جاي أفشل، ده ما بيحصلش. إنما الأكشن، تصرفاتهم ممكن توديهم للفشل الغير مرغوب فيه. وعشان كده أنا محتاج أعرف أصلاً النجاح والفشل. شايفين التعريف ده؟ وعاوزكم تقروه بدقة. Success is achievement of desired goals and outcomes. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتنجح لما تحقق الهدف اللي انت كنت عاوز تروح، صح؟ كم واحد فينا تمنى يبقى دكتور؟ اهو ده هدف. ده هدف. انما اكشولي وانت بتحط الاهداف ما بتبقاش قاصد تروح للهدف، تبقى مستني الاوت كام اللي هيجي لك بعد الهدف، الشعور اللي هيجي لك، الفايده اللي هيجي لك ساعه ما تحقق الهدف. يعني انت ما كنتش عاوز تبقى دكتور عشان تبقى دكتور، انت بتبقى عاوز تبقى دكتور عشان شويه حاجات تانية هتحصل بناء على ان انت بقيت دكتور. كم واحد بعد ما بقى دكتور مش مبسوط؟ في ناس يعني هي دي سموها الاوت كام. ولذلك قالوا ان النجاح مش بس ان انت تحقق الهدف اللي انت كنت عاوزه، لا، انت كمان الاوت كام اللي كنت مستنيه من الهدف اللي انت نفسك تحققه حصل. كنت عاوز ابقى دكتور عشان ابقى غني فبقيت غني، كنت عاوز ابقى دكتور عشان اعالج الناس واساعد الناس فبقيت عالجت الناس وساعدت الناس، كنت عاوز ابقى دكتور عشان ابقى ليا قيمه في المجتمع والناس تقدرني فحصل. نقلب بقى الموضوع ده يطلع لنا الايه؟ فشل. ان انت ما تقدرش تحقق حاجه من الاثنين، لما تحققش هدفك اصلا او تحققه بس الاوت كام اللي كنت مستنيه من الهدف ده يحصل له ايه؟ ما يحصلش. فالاثنين نسميهم ايه؟ فيلير. ترى حضرتك سامعاني؟ طيب فاضل لنا تعريف كمان. يعني ايه بلان؟
يعني ايه خطه؟ يعني ايه خطه؟ قال لك بلان معناها set of steps and actions. يعني ايه؟ وانا بحب التعريف ده قوي. يعني يقول لك تعالى نخطط عشان نوصل لهدف معين، فتعالى نحط خطوات على الورق. انت كده عملت خطه؟ اكشولي لا. انما الاكشنز اللي هتتم بعديها عشان تحقق الستيبس دي كده بقى عندك خطه. ناس كتير بتقعد تتكلم وتفكر، ويطلع لك ناس تقول لك ابدا بسرعه، ابدا مفركش. ما حدش، هو المشكله ان الناس بتتكلم بس ما بتنفذ. بس لو حضرتك فكرت وحطيت ستيبس ونفذت، بقى دي اسمها بلان، بقى دي اسمها خطه. انما كم واحد عمل جدول مذاكره وما نفذوش؟ ستيبس. البلان ان انت تنفذه. عشان كده مفيش حاجه اسمها مفيش بلان، مفيش حاجه اسمها مفيش تخطيط، ده كلام فارغ. بس انت افهم يعني ايه تخطيط الاول وبعدين تتكلم. عشان كده الكود دي كود هايله. A goal without a plan is just a wish. مرض أمنية. نقعد انا والدكتور احمد كده في احاديثنا المطوله نقعد نتكلم نفسي نفسي نفسي. ايه اللي حصل بقى من النفس الكتير دي؟ ما حصلش حاجه. يبقى ما عندكش بلان. عرفنا الثلاث تعريفات دول عشان نبني المحاضره كلها على الثلاث تعريفات دول. اوكي؟ طب ايه اسباب الفيلير؟ الاسباب اللي انا هذكرها، خليني اقول لكم دي الاسباب اللي انا شفتها في حياتي، وانا ادعي ان انا يعني عديت في الحياه عمر لا باس به. خليني اشوف بدايات القصص ونهايتها. مش بس كده، شفتها بتتكرر وشفت ناس تانية بتعملها ونفس النتيجه، عشان نفس البدايه ونفس الاكشن ونفس النهايه. لدرجه كنت لسه بقول دكتور عمان، بقول له انا خلاص ما بقتش بسمع للاخر، بيقول لي انا عملت كذا كذا، اقول له بيحصل لك كذا. مش عشان انا يعني ذكي قوي، لا، عشان سمعتها 100 مره، لا، شفتها 100 مره وهي بتحصل. فانا النهارده همشي معاكم كده على الاسباب بتاعه الفيلير وازاي نافويد الكلام ده من وجهه نظري. انا قسمتهم لثلاث اسباب، ثلاث عيلات كبيره كده. اول سبب سايكولوجيكال، اسباب نفسيه. ثاني سبب صفات شخصيه في البني ادم. ثالث سبب نقص المعرفه. نمشي مع بعض كده، نخش على العيله. يلا. اول سبب بالنسبه لي الفير اوف فيلير. يعني ايه فير اوف فيلير؟ ان انت تخاف ان انت تفشل. ده بيخلي ناس كتير انا مش هاخد مخاطره، انا مش هخش الموضوع ده، ما يعملوش الاكشنز الضروريه اللي المفروض عشانها ينجحوا، عشان تنجح، لان هو خايف. خايف من ايه؟ خايف لافشل. ويقولوا ليه؟ الفاشل اهو. كم مره كان المفروض تخش على حاجه وقفت عشان عشان ما يقولوش لحسن تبوظ مننا، ويقولوا ما عرفتش، ويقول ما ينفعش، ويقول مش شاطر. ثواني بقى انا كده انا ماشي بالعكس صح؟ ثواني. انا عندي مشكله مع البتاع ده. ثانيه واحده يا شباب. في كل سبب هحكي لكم انا ليه حطيت السبب ده. عايز احكي لكم القصه دي، وانا بسميها سكسس ستوري. القصه اللي هحكيها لكم دي كلها حقيقيه حصلت معايا. جات لي دكتوره حضرت الكورس بتاعي وقالت لي كده بالظبط. قالت لي انا جايه الكورس عشان اقفل العياده. حاجه مش منطقيه خالص. مش منطقي ان حد يجي كورس يتعلم اداره عيادات عشان يبقى عاوز يقفل عيادته. ليه؟ نعم طبعا. حد يجي يكلف نفسه ويجي ويحضر وقت عشان كل الهدف ان هو يجي يقفل العياده. حاسه ان الموضوع مش عاوز افشل،
حد شاطر، عياده متجهزه كويس جدا. انا فوجئت لما رحت العياده لقيتها متجهزه كويس جدا، مكانها كويس جدا، كل حاجه كويسه، بس اكشولي كان اللي موقف الموضوع ايه؟ انا خايف افشل. فالناس لما بتخاف تفشل عارفين بيعملوا ايه يا جماعه؟ بيشت داون. ايه في يا عم على الموضوع ده كله؟ انا مش عاوز اتحط في الاسترس ده. طب نعمل ايه عشان نتغلب على القصه دي؟ اول حاجه لما بتبقى مشاكلك ان انت خايف من الفشل. understanding the source of the fear. انت خايف من ايه بالظبط؟ خايف تخسر فلوس؟ ولا خايف الناس تتكلم عليك وتقول بص ده فشل؟ ولا خايف سمعتك تروح؟ على فكره سمعتك تروح دي بتحصل قوي للناس الشطار. واحد شاطر في مجال مثلا، دكتور احمد شاطر جدا في الريستوراتيف، فعاوز يخش في حاجه، فالمعروف عن دكتور احمد ان هو شخص ايه؟ ناجح. فلما عاوز يخش في مجال جديد فخايف لما يفشل يقولوا ايه؟ شوف دكتور احمد الناجح ده ما عرفش يعمل دي، فيروح عامل ايه؟ اقفل. تحديدك للسورس بتاع الفير ده خايف من ايه بالظبط؟ ده اول طريق العلاج. 2 الريسك اسسمنت. يعني ايه ريسك اسسمنت؟ هو انت خايف من ايه بالظبط؟ خايف من كذا وكذا وكذا. طب الحاجات دي لو حصلت هيحصل ايه؟ ايه الضرر اللي لما تحصل؟ ساعات كتير يا جماعه لما بنناقش مع نفسنا مخاوفنا او بنكتشف ان المخاوف دي مش سو بيج زي ما احنا متخيلين، الموضوع مش كبير قوي كده. اكتشفت مع الناس كتير وهي بتتكلم معايا هم مكبرين الموضوع، ولا مجرد لما تقعد تتكلم معاه تقول له طب ولو حصل كده يحصل لك ايه؟ يكتشف ان هو مش هيحصل له حاجه خالص. رقم 3 طالما انت عرفت ان خايف من ايه وعرفت حتى لو حصل هيحصل ايه، سهل قوي. باك اب بلان. يا سيدي يلا هنبدا، ولو حصل ده هنعمل 1 و2 و3. دي فايده البلاننج. 4 ان حضرتك تبدا تشتغل على فكره ان الفيلير مش نهايه المطاف، بالعكس دي فرصه ان انت تتعلم اكتر وتبدا من جديد وتعمل نجاح اكتر. اتحدى وانا اعرف يعني استاذنا دكتور ايهاب، لو جينا مثلا نستعرض كده الرحله القيمه بتاعت حياته دي، دكتور ايهاب كم مره وقعت يا دكتور ايهاب عشان تبقى دكتور ايهاب؟ يعني مش هتقعد مع حد ناجح ويقول لك انا طول الوقت ناجح، بالعكس اكبر نجاح هتقابله غالبا بعد فشل. اخر نقطه ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، ابدا اشتغل ان انت تكون السيلف كونفيدنس بتاعتك بالراحه. يعني ايه بالراحه؟ يعني ابدا اشتغل على سمول اكتيفيتيز صغيره، قسم الموضوع حاجات صغيره، وكل ما تحقق حاجه اعمل ايه؟ سقف لنفسك، قول انا كويس انا عملت دي، انا هاخد الحته اللي بعدها الصغيره كمان وانا كويس انا عملت دي، واخد اللي بعدها الحته وانا كويس انا عملت دي. تكرار النجاحات الصغيره دي هتحسسك ان انت ايه؟ تقدر تكمل. من اول ان حضرتك ظبطت المنبه وصحيت، ده نجاح في حد. كام واحد ظبط المنبه وما صحاش؟ برافو. لما تصحوا وسقفوا لنفسكم. تاني سبب عكسه تماما بقى. الاولاني كان خايف من ايه؟ الاولاني كان خايف من ايه؟ من الفشل، صح؟ من الفيلير. التاني ده خايف من النجاح. ده حاجه بقى اسوأ. وده بقى واحد، خلي بالكم كل واحد من دول ما جاليش وقال لي انا ما بشتغلش، انا ما بتعبش. لا ده كلهم بيشتغلوا وكلهم بيقولوا احنا بنخطط كويس جدا، بس كل واحد فيهم جواه حته بتخليه في الانكونشس بتاعه يعمل ايه؟ يلا بقى من اللخبطه. عارفين عادل امام قال لهم يلا الجوازه باظت، يلا البتاع باظ كده. طيب الفير اوف سكسس، unconscious fear of success can lead to actions. ده عارفين الكلمه دي معناها ايه؟ سبتاج. عارفين يعني ايه؟ تدمير. تخيل ان انت تبقى بتدمر نجاحك من غير وعي، تعمل كل حاجه عشان ايه؟ عشان ما تنجحش. ليه؟
عشان انت من جواك خايف تنجح اصلا. شفت الكود دي رائعه. Many people are afraid of success because they don't know how to handle it. اصل انا لو نجحت مش عارف هعمل ايه، هيبصوا عليا ويصوروني ويبقى في ناس بتكلمني وناس بتطلبني وحد اصل السكسس بيجي معاه مسؤوليات، فانا لا يا عم. They don't have the self-confidence to maintain success. أنا ما أقدرش أعيش تحت النور ده كله، أنا خليني يا عم إيه؟ خليني يا عم إيه؟ مستخبي. أنا كنت أحب دايماً أقعد فين؟ آخر صف. أنا شخصياً أحب أقعد آخر صف ورا كده زي الراجل قاعد في الضلمة اللي هناك ده. تعالى تعالى. أحكي لكم القصة دي. القصة دي رائعة، واحدة من أحسن القصص اللي سمعتها في الفير أوف سكسس. I turned off my phone because of the numerous calls. احكي لكم القصه دي حكيت لي القصه دي حقيقيه. حد بيحكي لي ان هو في اول هوجه برامج التلفزيون، عارفين الثلاثه الكبار اللي طلعوا اوائل تلفزيونات فربنا فتح عليهم جامد دول، فدخل معاهم في الاول خالص. اول ما طلع كده حصل ايه؟ قال لي تليفون العياده ما بطلش رن. كل دقيقه تليفونات حاجز تليفون حاجز. لو واحد عاوز ينجح طبيعي يعمل ايه؟ يجيب سكرتير واثنين وثلاثه ويجيب خط واثنين وثلاثه. هو عمل ايه؟ قفل التليفون، شد الفيشه. ليه واحد يعمل كده؟ بجد ليه واحد ممكن يعمل كده غير ان هو خايف بس ان هو ايه؟ ينجح. هو عنده عياده كويسه جدا، جاهزه كويس جدا، هو شاطر قوي، وعنده سكرتيره، وعنده كل حاجه موجوده. الحاجه الوحيده اللي مش موجوده ايه؟ انا خايف انجح. ما هو ما يحصلش دي، ما يشدش التليفون غير عشان كده، عشان الاسترس اللي هيجيله لمجرد ان هو نجح. اتجنب ده ازاي؟ اتجنب اول حاجه ان حضرتك تعرف ان انت بتخاف من النجاح. تواجه نفسك، تتكلم مع نفسك، انا خايف انجح، انا خايف انجح عشان النجاح بيجي بمسؤوليات. ده حقيقي، هو النجاح بيجي بمسؤوليات على فكره. 2، اسال نفسك هو ايه اللي هيحصل لو نجحت؟ ايه يعني المسؤوليات دي؟ وابدا قسم. فكره التقسيم دي فكره هتفضل معانا يا جماعه. قسم. اما انجح هيقولوا لي تعالى في محاضرات، كويس، اوكي، وايه تاني هيحصل يعني؟ هيكلموني مثلا ويبعتوا لي رسائل كتير على الفيسبوك، تمام ماشي. هيتصلوا بيا ويقولوا هبقى اندر مايكروسكوب وتصرفاتي. قسم ده وابدا اتعامل مع كل حاجه لوحدها، لان الغلطه اللي بتقع فيها كلنا ايه؟ بتروح لمين كل ده على بعض في حته واحده كده وتضربوه في 100. فبقى في حاجه شبح كبير كده اسمه ايه؟ اسمه النجاح. اخر حاجه بالنسبه لي يعني سيك منتورشيب او كونسلتيشن عشان تدي الكونفيدنس. عشان كده احنا في الشركه عملنا الكارير كوتشنج ده، عشان احنا قابلنا ناس كتير، وانا ادعي يعني لو بلا فخر يعني ان انا كنت واحد من الاسباب ان ناس حقيقيه. يعني انا قريب كده هعمل لكم سلسله على الفيسبوك على ناس شاطره بجد مش موجوده على السوشيال ميديا. انا ناوي اعمل السلسله دي قريب. كميه ناس شاطره انا اعرفها، شاطره قوي، شاطره بجد يعني، مش شو يعني، شاطره بجد. انت فين يا ابني؟ انت فين يا استاذ؟ يا حاج يا اللي هنا، انتوا فين ما بتطلعوش ليه؟ لا خلينا بس في المداري كده. ما ينفعش تبقى في المداري. ليه ما ينفعش تبقى في المداري؟ عشان لو حضرتك وانت في المداري سبت الساحه لمين؟ لكل اللي ايه؟ الشو مان. عارفينهم طبعا. 3، دي نقطة مهمة أوي أوي أوي. lack of self awareness. يعني ايه self awareness؟ إن أنت تبقى تعي بنفسك، تعرف نفسك كويس أوي. يعني أنا لما أعرف نفسي أعرف إيه في نفسي يعني. حضرتك تعرف في نفسك هو ايه نقاط القوه بتاعتك وايه نقاط الضعف. انا كويس قوي في ايه وضعيف في ايه ما بعرفش اعمله. ليه بقى مهم تعرف الكلام ده كله؟ عشان الغلطه المصيبه اللي الناس كلها بتعملها ان هي بتبدا تعمل كوبي لايه بقى؟ الجولز بتاعت مين؟ بتاعت ناس ثانيه. انا شفت النهارده الدكتور احمد عبد الحميد مش عارف بيشتغل في البيزنس، اوكي يلا انا هاخد MBA. انتوا عارفين انا كام واحد جاري واخد MBA بعد ما ياخدها يقول لي بقى اعمل ايه؟ ايوه حضرتك وانت بتاخدها كنت مقرر ايه بقى؟ يعني كان نفسك تعمل ايه؟ لا ما هو انا شفتكم بتعملوا كده
او واحد دخل ماستر زماله اورسو، او مش عارف زماله ايه، او مش عارف يعني انت كنت بتعملها ليه؟ مش عارف، بس هو انا شفت الدكتور فلان ده شاطر قوي وبيقولوا عليه غني قوي ومشهور قوي فانا عملت زيه. طب انت ظروفك ايه؟ مش عارف. طب انت بتفهم الحاجه دي؟ مش عارف. ده اسمه lack of self awareness. انت ما عادش تتكلم مع نفسك. كوت من امتع الكوتس اللي ممكن تقراها: be yourself everyone else is already taken. اما انت خلاص الشخصيات دي اتخذت، الكاركتر دي اتخذت لناس تانية، خلاص خليك نفسك، اعمل انت حاجه جديده، ابني حاجه جديده. اسمك ايه يا دكتوره؟